ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انا بتاخر عليكم في الفيديوهات جدا وببقى غصب عني والله لظروف. بس طبعا انتوا في بالي وفي قلبي وفاكراكوا دايما على طول. فطبعا انا كنت بعمل حاجه بسيطه كده في البلكونه، واسفه عن التصوير يعني علشان بنتي اللي كانت بتصور، بنت صغننه وما بتعرفش تصور كويس. فهنا طبعا بنتي طلبت مني، كان عندي أجنحة، لا اوراق، اسفة اوراق. فقالت لي يا ماما انا عايزة فراخ مشوية، فانا طلعتها على بيات وغسلتها ونقعتها بليمون وظبطتها بالمحلول بتاعها. وبعد كده للاسف هي ما جاتش في التصوير لان ما كنتش عامله حسابي اصلا ان انا هصورها. بس جت بقى حبيت ان انا اصور لكم وانا قاعده بولع الفحم، كنت لسه اول مره اولع الفحم. فطبعا بالنسبة لتتبيلة الفراخ سهلة جدا يا جماعة. انت هتجيبي شفشق الخلاط، وهتجيبي بصلة كبيرة قوي او بصلتين كبار او بصلتين صغيرين على حسب الرغبة، وفصين توم كده مبشورين، وطماطميتين كبار، وقرن فلفل رومي، وقرن فلفل حامي، وشوية خل، وربع كوباية عصير ليمون، وشوية زيت، ولو عندك صلصة ممكن تحط معلقة صلصة، وبهارات كاملة بقى، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وسبع بهارات، كركم او الكاري اللي موجود عندك، لان هو اللي بيخلي التتبيلة صفرة كده، فانت لازم اصلا تخليها صفرة عشان يبقى طعمها حلو معاكي. هنا طبعا ما كانتش جت، وانا اسفة جدا، لو اني جت اعملها تاني هصور لكم الطريقة والله يا جماعة، بس انا ما كنتش عاملة حسابي والله. كنت بعمل سجاد وكده، ومانيش عارفه اسجل ولا عارفه اعمل حاجه. فانا بتاسف ليكم يعني ان انا ما جبتش الفيديو كامل، فسامحوني. هنا طبعا حتى بنتي كانت بتصورني لدرجه ان هي اصلا نسيت ان يعني هي كانت مشغله الفيديو، وجيت ابص ما لقيتهاش مصوره الفراخ بعد ما خلصتها. يعني انا كنت جايبه سلوفان ولفيت الطبق وكل حاجه وانا مفكره ان كل ده والفيديو شغال، وللاسف طلع الفيديو ما كانش شغال. فسامحوني بقى على الغلطة دي، لان طبعا ما بيبقاش في حد معايا وكده، فانا بتكل على بنتي، فالمشكلة ان انا ما عدتش هتكل عليها بعد كده. فسامحوني يا حبايبي. فانا حبيت ان انا يعني اقول لكم الطريقة ازاي. الطريقة سهلة جدا على فكرة، ومكوناتها موجودة في كل بيت، ويعني من حاجة الخضار، التوابل، حاجات سهلة جدا. وفي ناس بقى ما بتحبش ان هي تحط مثلا بصل او توم من اللي هو البلد بتاعنا، في ناس بتحط اللي هو ايه البودرة. ممكن انت لو عندك بصل وتوم بودرة بتحط بصل وتوم بودرة وتبقى كلها بهارات وخلاص. في ناس بتحب تعملها كده. طبعا هنا بقى بقت ايه عماله اهش كده بالنشاشه اللي في ايدي ديت، اللي لمعاني اتعمت ما عدتش شايفه قدام مني. وهنا طبعا كنت سبتها بقى، قمت انا جايبه المروحه قدامها بدل ما، لان دراعي كان وجعني جدا وانا شغاله بالبتاعه دي. بس طلعت لهم الاوراق جميله وكانت مستويه وتحفه. ففي خطوات للاسف ما جاتش، سامحوني يا بنات والله، بس باذن الله لو عملتها تاني هجيب لكم الطريقه من الاول للاخر. هنا طبعا انا حبيت ان انا ازود التتبيله كده، لان التتبيله بتاعتها بصراحه كانت خطيره، فكانت صعبانه عليا بصراحه ان انا ارميها وكده، فانا حبيت ان انا اعملها كده. ف... فسامحوني بقى لان للاسف الفيديو مكملش. فطبعا يا حبيبي اللي لسه معايا لحد هنا منساش يصلي على الحبيب، قلبكم يطيب، وتحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسامحوني على الغلطه دي والله العظيم، انا كنت مصوره فيديوهات وكنت مصوره صور، بس للاسف كله راح، فسامحوني. باذن الله المره الجايه هتتعوض. باي.